ايوه برو، السلام عليكم. طبعا بمناسبة دخول 2026 وحبيت اقول لكم هذا مقطع اسمه مقطع الخشة. ان شاء الله مستقبلا اذا اشتهرت برجع بشوف المقطع هذا وادي ردة فعل. انا عايز جملة مفيدة. اما مناسبة على القناع اللي في صورة الملف الشخصي فلسه القناع هذا ما جه الصراحة، فقاعد بالبندانة هذه فيب. بنخلي المقطع هذا كمان قصة يا شباب. ليتس جو مانجا. كان يا مكان في قديم الزمان. اوكي بما عليك من الهبالة شوي. المهم بحكي لكم قصة يا شباب. اول شغلانة اشتغلتها في حياتي وكانت في مطعم. الناس الطبيعية تشتغل في سن ال18. انا بدأت مسيرتي في الشغل يعني شوف الزلمة منذ الولادة. بدأت اشتغل وعمري 12 سنة. كانت اول شغلانة في حياتي واول راتب امسكه في حياتي وطار بنفس اليوم صراحة. كنت اشتغل في المطعم هذا وكان صاحب العمل صراحة جدا طيب معي، يعني طيبته زي هذا الشخص. وطبعا انا العبد لله كنت مطلع عين صاحب العمل. المهم يا عزيزي مرت الايام وكنت قاعد اتعلم كيف اسوي التتبيلات تبع الدجاج والاشياء هذه. فبيوم من الايام قال لي عندنا الدجاج المثلج بدك تذوبه شوي. قلت له ابشر يا عزيزي الدجاج هذا لعبتي. كان طبع الدجاج تبع الشاورما طبعا. فاخوكم ايش سوى؟ اخوكم صار جاب بوتجاز النار وعطى قدر كبير وملاه مويه وفتح على النار على المويه وسكب الدجاج مع القراطيس. شفت يا ولد الحرفة، شفت تعلم الصنعة مني اللي بعلمك أنا. المهم يا شباب دخل صاحب المطعم اللي اسمه عصام قال لي شو قاعد تسوي؟ قلت له والله طويل العمر قاعد أذوب الدجاج. قال لي يعني قاعد تسلقهم مع البلاستيك؟ كنت قاعد أسلق الدجاج الحمد لله يعني كرتونين تحملتهم على حسابي وانا قاعد اسلق الدجاج. صاحب العمل كذا التفت لي لفتة قال لي وات ذا فاك مان نيجا، شو قاعد تسوي انت؟ جدك ولا تستهبل؟ طبعا انا يا شباب عمري 12 سنة 4 سنين ما امشي اسعد اسعوف وما بدقن اي شيء صراحة. يعني دخلت المطعم اشتغل. المطعم كان صغير متخصص شاورما بروستات هالاشياء بشكل عام وجبات سريعة. المهم ما وقفت قصتي الحزينة هنا بس. المهم استمرت الايام بدأت اتعلم تتبيلات البروست وهالاشياء بس كنت لساتي صغير وما بطول بعض الاشياء. المهم يا طويل العمر شنو اقول لك، في يوم من الايام قال لي ركب اسطوانة الغاز. فانا لما ركبتها رأسا. يعني الانسان العاقل لما يركب اسطوانة غاز بد دبة الغاز او اسطوانة الغاز بدها منظم، صح ولا لا؟ طبعا اسطوانة الغاز كانت متخصصة بالفرن تبع البيتزا. الفرن كان برات المطبخ وانا جوات المطبخ. فجأة كذا اجا زباين كثير على المحل فعلا وكلهم طلبوا طلبات بيتزا. الاسطوانة شغالة على الفرن على الاخر مفتوحة على الاخر. فجأة كذا تعرف لما اسطوانة الغاز تبدأ تثلج بدأ الضغط يزيد على اسطوانة الغاز وحصلت الكارثة هنا. تفجروا جميع ليات الغاز تبع الشواية وتبع الفرن وتبع القلاية. سويت كارثة وقت زحمة عمل. المهم يا عزيزي أنا من الخوف شو سويت؟ بعد انفجار الليات ظليت في زاوية المطبخ كذا زي الكلب بالزاوية من الفجيعة. لساتي عمري 12 سنة واسطوانات غاز وشغلة وحركات. دخل علي صاحب العمل وهو مفجوع علي. كان يشوفني يفتشني يمين يسار. صار فيك شيء؟ شو حصل لك؟ وانا ولا صار فيني شيء بس تفجروا ليات الغاز والغاز كان يخرج مل المطبخ غاز. المهم انا رحت على العيادة ضربت الابر تبع الحديد تبع الخوف. فلما رجعت من العيادة وصاحب العمل قاعد يتطلع فيني كذا بنظرات كديب كنت مستني يقول عليك لعنة الله. المهم كمان انخصم من حسابي الليات اللي فجرتهم وتبع العيادة والأشياء هذه. المهم أنا كملت معاش الشهر في مصايب. والمشكلة ما وقفت هنا. المطعم كان دوامه من 8 صباحا أو من 9 صباحا إلى الساعة 1 ليلا. وأنا طبعا إنسان طفل بريء بفلت العمل وأرقد من الساعة 10 مساء. وطبعا يا عزيزي من يمسك العمل وراي لما أنا أرقد الساعة 10 مساء؟ صاحب المطعم. يعني والله كديب لو صاحب المطعم هذا اخوي ولا ابن عمي ما بسوي فيه هيك. طبعا يعني حكمة من القصة هذه يعني سبحان الله حتى لو انت طفل وقاعد تكافح بعمل كان ربي يسخر لي صاحب المطعم هذا يتحمل مصايبي ومشاكلي ويتغاضى صراحة. كان عني كثير تغاضى عني على المصايب أشياء كثيرة صراحة. وتعلمت منه حرفة وتعلمت أشياء كثيرة. وجزيل الشكر لك يا عصام صراحة. يعني صراحة عاملتني كأني واحد من أولادك صراحة. وهو طبعا لحدك واليوم أنا أتواصل أنا وياه وهيك بس.
انه تخيل هاي القصة لما بحكيها دايما بشبع ضحك، اقسم بالله بتذكر غباوتي زمان وانا الحين كنت غبي برو ماكس والله يا برو. وطبعا انا نشرت هذه القصة فما اعرف يمكن توصل لناس يمكن ما توصل للناس، لانه 5 سنوات قاعد بقاف على يوتيوب، غيرت محتويات كثيرة وصنعت محتويات كثيرة. اخر شيء قلت ان شاء الله هاي السنة او هذا العام، ما ينفع اقول سنة، بقول هذا العام 2026 ببدأ اني شوي التزم بصناعة المحتوى، ويمكن عسى الله، انا املي في ربي كبير انه هالقناة تشتهر واحقق حلمي صراحة اللي بدي اياه من زمان. ويب ادعو ارحم الراحمين انه كذا يوصل المقطع هذا 1,000,000 مشاهدة يا برو. والله تخيل يعني تنشر مقطع ويوصل 1,000,000 مشاهدة كذا وتفتح الاحصائيات تشوف اوه ماي جاد شو هالصدمة يا منقة. ويب لا تنسى الاشتراك ونورنا في عصابة النقا يا برو. السلام. We not the same, my nigga, my word was all that I had. I broke up with broke, I've been two into having and good with the math. I count up and count out the niggas who fronted on me doing bad. Look. فاك برو، شو مالكم؟ ايش اللي حاصل؟ بدي افهم. وين ما تدخل على التعليقات تشوف مقطع كوميدي كذا ولا ضحكت وانا امني سبراني. شو التفاهة هذه يا رجل؟